بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع في أنونيموس التطورات المتسارعة على الجبهة السورية، وأبندين العمليات التي تقوم بها الجماعات التكفيرية الصهيوخليجية، والتي كشرت عن أنيابها بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة ضد الجمهورية العربية السورية. نحذر من أي حماقة قد ترتكبها تلك الجماعات باستهداف أضرحة آل البيت والأولياء، حيث معلومات تشير إلى أن التحضيرات جارية بين جبهة النصرة الإرهابية في سوريا وبين تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لارتكاب عمل إرهابي يستهدف مقام السيدة زينب في ريف دمشق. إن الاستمرار بهذه الحماقة سيؤثر على السلام والسلم العالميين، وسيعرض مصالح الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة إلى خطر حقيقي. في نفس الوقت نعلن عن تأييدنا لأي تحرك دبلوماسي يهدف لإيقاف نزيف الدم في سوريا والعراق. نحن في أنونيموس لا ننسى ولا نغفر. ساهموا معنا في نشر هذا البيان وانتظرونا.